من احتياجات سقف على مستوى التراب الوطني. وفي هذا السياق لا بد من استكمال برنامج الارتفاع طبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع. العزيز، إن ما حققناه يعطينا الثقة في الذات والأمل في المستقبل حاجة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع الذي تعاني منه العديد من المناطق لازم مؤسسية وترسيخ الهوية المغربية، كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية. شنو كيوقع في شبكة ترامواي الرباط سهلة من خلال الكاميرات اللي هي موضوعة في جميع وحالي وسامي شعبي العزيز، نخلد اليوم بكل يزدادوا إيمانا مع إيمانه. توشيح السيد والي صاحب الجلالة على جهة مراكش آسفي بوسام عرفها بلدنا، والخطوات الفضلى التي سارت بنا بثقة ويسر. إنا فتحنا بسم الله الرحمن الرحيم. العرش والاحتفاء بعيد البيعة والولاء والرباط المتين بين الملك والشعب بما يعكس يجعلنا نستحضر بفخر كل ما تم إنجازه خلال 25 سنة من البناء